اعرف حد شخصيا بيتبرع على ابلكيشن نادي صح؟ الزمالك، تعتبر انت شتيمه. اللي شتمك مضيت معاه، لا تعتبر بس انا بعادل ما فرحان جدا جدا في النادي. لا انا هل السنه هل 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 الهلال نادي الدوله؟ اي حاجه فيها هيه ولام يا نادي الدوله. من بورسعيد والمصري ومن الاهلي، هم الاثنين بس اللي علاقتهم حلوه، وانا وانت تقريبا. تمام. نرجع. نروح على العزه الجديده. المجات كده تمام. قرب بقى كده، انت المايك عندك تمام يا كريم؟ يلا عشان ادور واطلع. دور 3 2 1. اهلا بيكم في حلقه جديده جدا. يعني شايفين الصرف، هو يعني الصرف يعني مش صرف من ناحيتنا قوي، يعني في صرف من جهه تانية، مش سبونسر برضه عشان ايوه مهم قوي تقول مفيش سبونسر. يا ريت يبقى في سبونسر عشان نحطه في قلبنا احنا بجد. حبينا بس ايه يعني نجدد الشغف، لان احنا كنا خلاص الشغف مات في المكان القديم، فازاي نجدد الشغف؟ اكيد نروح لمكان جديد. والمكان الجديد بيبقى عايز ايه؟ يبقى عايز شغف. فاحنا جددنا الشغف. يعني احنا المكان طبعا شايفين التغيير الديكور وكل حاجه، احنا لقينا في المحافظه اللي احنا فيها مكان اسمه تيك شوت في الزهور يعني. اللي حابب يروح يصور، زي ما انتم شايفين مكان نظيف شويه، يعني لا نظيف كتير عن اللي احنا كنا فيه يعني. ايه انضف من اللي انت كنت قاعد فيه. هو كل حاجه انضف. خلي بالك وفكرت بالاعتزال يوم 1/8 يعني. انت يوم 1/8 مع البقين دول نفس الحساب برضه يعني. ما تمام يعني. لا مش يعني مفيش خصم ولا حاجه، ما بياخدش لا بالاعلانات. عادي عادي، مش على الخصم، بس احنا بنتكلم في الحقيقه يعني. لا بص، هو احنا مرتاحين جدا يعني في الكرسي اصلا الواحد ما يعني مستخسر الكلام اللي هيتقال في المكان. فاحنا بنفكر نتكلم عن الطب والهندسه والدين وعلوم الدنيا، صح. خد بالك. اعتقد ده هيبقى احسن 100 مره من ان احنا نقعد نتكلم على بالظبط. محمد صلاح في ترابزون سبورت خلاص يعني. قطع المحتوى بقى افتح طب بقى شات جي حد بي تي عنده بقى، فكره ممكن نتكلم فيها؟ نتكلم عن جراحة القلب والأوعية. ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة في المكان الجديد من 3 بونت. طبعا احنا اخر مرة كنا في المكان القديم كنا بنتكلم عن كأس العالم والشغل اللي هو النظيف ده والدوريات الأوروبية والحاجات اللي هي المسخة دي. فاحنا اسبوع داخل علينا بقى الحلويات والقطايف واللطايف، فقلنا نعمل حلقة جميلة لطيفة عن الدوري المصري العظيم الأقوى والأمتع في العالم. حصل طبعا زي ما انتم عارفين. احنا ملوك التوقعات. من سنه فاتت قلنا لكم توقعات حصلت، بس اللي قال التوقعات وقع مننا الفتره اللي فاتت. قال لكم الاهلي مش هياخد حاجه وحصل، قال لكم الزمالك هو البطل وحصل، لكم المصري مش الرابع وحصل. اعتقد لو هو مخاوي مش هيطلع الثلاثه صح، ما هو عشان كده اتحسد، عشان كده بطل يجي. ما عادش عارف يجي يصور يعني. هو بقى اعلى من، لا هو مش ما اتحسدش، هو بقى في ليفل اعلى. هو دلوقتي بيقعد مع عمرو نصوحي بقى والناس دي كلها، هيقعد يعمل معانا ايه؟ هو راجل عارف. المفروض بقى عمرو اديب بيجيبه كل بداية سنة، بيقول بدل الست اللي بتتوقع المفروض يتوقع، يقول له مين بطل الدوري، مين الرابع، ومين الكونفدرالية، ومين ومين ومين. يعني الف مبروك يا مراد الترقية. الف مبروك. عارف انت مش مستعنينا دلوقتي. عارف انت مش هتتفرج علينا اصلا. تمام يعني. بس طيب عندنا مجموعة من الأخبار ومجموعة من التوقعات برضو ومجموعة من حاجات كتير عايزين نتكلم فيها، وده الفيديو اللي بنجمع وبنلم فيه كل حاجة. فخلينا نتكلم عن يعني انت عايز تبتدي الدوري المصري قوي يعني. الأقوى والأمتع في العالم. بس الحلويات بتبقى في الآخر. ما هو يعني انت بتتغدى ده لو حد استحملنا للآخر. انت بتتغدى وبتقعد كده تحلي خلاص يعني. خلينا نتكلم في الدوري الامتع. الله، الدوري المصري. اديني ايه رايك في اللي حصل من بعد انتهاء كاس العالم؟ قبل الدوري المصري بس، بالله عليك بالله عليك. حسام حسن سافر الجزائر
شاف ضرب نار تقريبا وسحب طبنجة ناس، سافر اه سافر لبنان وشد بندقية وشتم جمهور بالأب والأم، ورفع جزم وكراسي وخسر مش عارف من مين، وخسر في كاس نهائي كاس، وكل 3 اجوان في 10 دقايق اللي وقعه خناقة مراته الأولى مع التانية. ما هو اكيد النسا ده بيقول لك انك دم عظيم يعني. الراجل ما استحملش طب لو فاكر يعني. هو ميدو قال لك قعد يخبط رجله في اه البتاع العب وغصب وهلعب، عنك اللي وقعه اتنين خناقة ست مراته الأولى مع التانية. اتنين ستات. كابتن حسام حسن اللي محمد اللي إمام عاشور لما لفله يعني كان بين الحياة أو الموت، وقع بسبب 2 ستات. ما هي كانت بتقول له انت ليك مين غيري يا حسام؟ فهو الراجل بصراحة محطوط في موقف يعني لا يحسد عليه. هو اهم حاجة بس ان احنا دخلنا يعني لعبنا كاس عالم وطلعنا بالمنظر ده اه قبل واقعة زي دي. اه يعني ما كانش ينفع تقول بقى حسام والهبة والجرينتا والشخصية وشاكم ده وشاكم ده واستبعد ده قعدنا 2 زي دول. ما ينفعش. دي كانت تحصل قبل كاس العالم، وهي فهي ما ينفعش سبحان تحصل، الله. هي ما ينفعش تحصل. لا يعني هو بعد كده هي يعني مثلا لو نده واحد زي امام عاشور يعني في كومنت بيتقال انت صح مش قادر على مش عارف ايه. حتى فاللعيبه دلوقتي يعني انا بصوم لك بالعشره اه ان ده حديث داير بين لعيبه الكوره دلوقتي والناس اللي اتدربت تحته في المنتخب. اه هو ده الراجل اللي هو في اوضه ده اللبس. ده بيبقى في الجروب اللي هو مكتوب جروب منتخب مصر بين قوسين بدون كابتن حسام. عارف انت لا بتبقى في جروبات اللي هو بدون المدير عاملين جروب. اللعيبه عامله جروب بس ما فيهوش حسام. لا يعني فاكر مثلا ماتش استراليا اه قال لك انت عملت فيهم بين الشوطين ايه في اوضه صلاح اللبس. قال لك بضربهم وقال لك ابراهيم حسن طلع يعمل لقاء صحفي عشان ما حدش ياخد باله من ان حسام ايه قلع الحزام وبيدور الضرب. فاكر انت الحاجات دي ليه؟ هبه وشخصيه وبتاع. إيه؟ فانت بعد كده هتيجي تخش على بطوله افريقيا بقى بتاعت تجمع منتخب وبتاع. انت هتعمل ايه مع الناس؟ يعني انت منظرك ايه قدام الناس فعلا؟ هتجيب هيصدقوك ازاي؟ مش يعني بص هو في شرخ حصل، لا هو بص بين الجمهور حتى وبينه، يعني هو في في فكك من اللعيبه، من برضو الجمهور مش ده حسام حسن يعني، لا لا اكيد اللي بيتقال كده. انت سامح ازاي اصلا بالموضوع ده من بدايته؟ يعني ما ينفعش انت في بطولة زي كاس العالم مثلا وكل يوم انا اسف يعني اخبار مراتك مغطية على اخبار المنتخب وتصريحاتها وفيديوهات. ما ينفعش. ولو ينفع مش معاك مش مع شخصيتك دي. لو ينفع مع واحد تاني يعني ما كابتن العشري مثلا فن- عادي مش مشكله، فاهم؟ اي كابتن بشنب ميمي وجاكيت الشربيني وخلاص مش اي حد. مشكله، حتى اسمه ميمي مش حوار. فانت يعني كان في حاجات في البدايه انت سمحت بيها خلاص. انت دلوقتي الدنيا مش هتعرف تلمها خلاص مساحت بقى. فانت اول تجمع للمنتخب انا ما اعرفش انت هتمشيها ازاي. هيصدقوك اصلا؟ يعني انت لما تقعد تخبط وتكسر وترزع في اوضه اللبس العيال هتصدقك؟ يعني ممكن واحد يقوم عامل تليفون للبيت. انا مش خدي عارف بقول هدي لك بقى ايه. علشان ما تغير الموضوع ده عشان ما طيب. عمال البخ على الراجل كده بلاش يعني. احنا بنحبك يا كابتن اه حسام والله العظيم ده انت والله، يعني العميد اللي جاب لنا انت اللي اكلت كام 3 15 على العالم الحمد لله. مين كان ال 16؟ اكيد الارجنتين. احنا طالعين في كاس العالم اللي فاتت دي ال 15 على العالم. بسم الله ما شاء الحمد الله. لله. الحمد طيب لله. احنا نخش في الدوري المصري. يلا بينا. بعد كاس العالم حصل عبث كتير جدا، من ناحيه مطالبه النادي الاهلي بالمشاركه كثالث والمصري كثالث في الكونفدراليه، ومطالبه النادي الاهلي بما فيش رخصه تتاخد الا لما يسدد الزمالك كل فلوسه. الزمالك الاهلي كان عايز ينط على مكان الزمالك عشان ما فيش رخصه. ده تقصد كده اللي صح؟ هو الاهلي بيتكلم سدد فلوسك وخد الرخصه. فانا هنا انا كواحد اهلاوي انا بقول لك فلوس الزمالك جت منين؟ ما ده برضه مش منطق. يعني انت تجمع لك 7 مليون ولا 6 مليون محبين الزمالك. نفس الموضوع ده لو كان حصل مع الاهلي تعرف احمد طبعا مراد ما بيجيش ليه؟ بيجمع فلوس. بيجمع فلوس. على فكره انا اعرف حد بيتبرع، اعرف حد شخصيا بيتبرع على ابلكيشن نادي الزمالك.
كنت اقعد معاه، رجل عاقل وكل حاجه، بس قال لي انا بتبرع بابلكيشن نادي الزمالك، فحسيت ان انا مش فاهم حاجه. انا حسيت ان انا بقيت زي حسام حسن. طب ما نكلمه كده نساله فين بزيرة، خوان بزيرة فين؟ مش عارف يعني طالما هو راجل ذو علم وسلطه، خوان بزيرة فين؟ مش عارف لا احنا لسه هنيجي لاخوان بزيرو، بس خلينا بس معلش، في الاهلي. عشان انا جديد بيشربوا ازاي بالبتاع دي؟ لا بتصبها هنا في الكوبايه اللي هي 3 بونت، اه وتركز في الكاميرا بتاعتك. لو سمحت سيبك من الكاميرا بتاعتي، طب انت بتغسل. يعني احنا هنيجي لاخوان بزيرة وهنيجي لمشاكل العالم الثالث بتاعته، بس انا خلينا في النادي الاهلي بس نخلص. تقلقش يعني. آه، النادي الاهلي خلاص هو لابس كونفدراليه، زي ما الاسماعيلي كده لابس دوري درجه تانية، فاهم؟ في محاولات كتير ان هو كان يصعد ما صعدش، بس هو لابس. انا فرحان جدا جدا في النادي الاهلي، عشان العبث اللي حصل السنه اللي فاتت ده كان لازم يتحط له حد. اللي هو انت فرحان فيه ان هو لاعب كونفدراليه؟ طبعا ماشي طبعا. لا هو انت مش محتاج تفرح، هو ده الطبيعي يعني. لا كاهلاوي اه ما يعني لازم تبقى زعلان. لا انا لا فرحان. زعلان ليه يا عم؟ مفيش اهلاوي عاقل بعد الموسم اللي انتوا قدمتوه ده يبقى لا متضايق. مش الموسم اللي انت قدمته، العبث الاداريات الاداري، الاداريات اللي ماشي. انا اروح اجيب واحد من جنوب افريقيا يدرب، فاهم؟ والظلم باين، يعني في باين حوارات، فاسيبه واقوم رايح جايب واحد من الدنمارك، فاهم؟ وعندي ناس بتاخد ملايين قاعده بتلسن، فاهم؟ واطلع اللعيبه مشاكل خارج الملعب، من ان انا مش هتعامل مع الوكيل بتاعك، حوار كده داير. لت نسواني من الاخر، والله يعني اللي حصل ده لت نسواني. الحقيقه الحاجات دي بتسعدنا جدا يعني. اكيد يا رب مشاكل من بتسعدك. دي دايما. تمام. بس يعني السنه دي المفروض اللي هو مشدوده شويه، لحد دلوقتي مشدوده، وفي ناس كتير الحمد لله الحمد لله مشيت، يعني اولهم تريزيجيه. انا ما بحبش تريزيجيه. بقول لك ايه، هو ايه حوار ان هو ما بيذاعش الماتشات الوديه دي وقافل المعسكر وكده؟ عشان ما اللي هو حدش يعرف عموته. الخطه. ايه دي الخطه؟ خطه ما اعرفهاش، ايه الخطه؟ ما اعرفش. وبص اكرم توفيق كابتن النادي الاهلي هو مش عايز يذيع لا حاجه زي كده. انا عايز انا هرجع لسه لاكرم توفيق واحده هو واحده تقريبا ده اللي مش عايز يذيعه. واحده بس. الوحيد اللي كان بيعمل الحوار ده كان اتنين، جوزيه وحسام بدري. يعني جوزيه وحسام بدري كان عقلهم اللي هم بيقفلوا انا معسكر هقفل معسكر ماشي. من كل الاتجاهات بقى، انا بقفل معسكر كامل، ما حدش يخش، هلعب ماتشات ما حدش يفهمها يعني كده. تمام. بس انا مبسوط، يعني اللعيبه كانت محتاجه، اللعيبه كانت محتاجه تتشد. جميل. تمام. والاداره كانت برضو محتاجه تتشد. طب انت هتعرف منين ان هم اتشدوا؟ لحد النهارده مفيش خبر متسرب على حاجه. يعني انت ايه الخبر اللي انت عارفه عن النادي الاهلي؟ مفيش غير خبر ان امام عاشور جاي له من كونيا سبورت، وده عارفه من ادم وطني. هو انت قفلت المعسكر والسريه عشان الاخبار ما تطلعش بره، ولا عشان الفرقه تركز فتدي في كل حاجه تدي بقى، انتاجيه في كل فتسمع حاجه كويسه عن في النادي؟ كل اصل انت لو بتتكلم بقى، لا ما احنا كسبنا كل الماتشات الا الماتش بتاع امبارح مثلا. ها تمام انا قشطه. طيب او انا ما اعرفش اذا كان حصل حاجه او لا. يعني النهارده في لعيب اتاخر، ماشي. انت تعرف حد لا قال لك؟ لا فده شد صح. هو المعسكر فين؟ في اسبانيا. اسبانيا. ما هيرجعوا مصر. ما كده يرجعوا، ما يرجع مصر بقى. بس من اول ما ابتدى لحد النهارده انت ما تعرفش مين اتاخر، مين راح، ما مين عشان في جه. اسبانيا فممكن لا ما هم. كان هنا ولعبوا 3 ماتشات. والله ماشي. اه ماشي. تمام. فانا بقول لك انا فير، بس عندي مشكله بقى. يعني انت كنت ماشي الدنيا عندك زي الفل، لقيت بني ادم، مع احترامي للفلاحين يعني، ماسك فاس ونازل حرب، ولعب عليك السنه اللي فاتت وسابك في عز ما انت محتاجه، وقال لك انا عايز فلوس ومش عارف ايه، وبرضه رجعته. ويوم ما رجعته اديته شرط الكابتن، ويوم ما اديته شرط الكابتن خسرت. يعني انت خسرت الماتش اللي فات. شتمك مع اول شتمك. ما شتمكش صح؟ تعتبر انت شتيمه. اللي شتمك مضيت معاه. تعتبر شتيمه. فعادي اما يسيبك عشان الاتنين. فلوس ويرجع لك. الاتنين. بقول لك ايه، الاتنين. تريزيجيه السنه اللي جايه عندك مش هو طلع الرياض السعودي؟ يعني الرياض السعودي مش هو طلع؟ يعني ايه السنه الجايه عندي؟ يعني الموسم ده هيخلص والرياض اللي في السعوديه ده هيهبط، وهتلاقي تريزيجيه السنه الجايه جاي لك وبالحب والاحضان وبالمحن
وكابتن النادي الاهلي، وهيلعب عندك الموسم اللي بعد ما الجاي. بقول لك الحوار بقى اصبح في النادي الاهلي اداريا. انا كنت مبسوط من كل حاجه الى رجوع اكرم توفيق. بعد كده الدنيا بص يا عبدو، النادي الاهلي ده بيفكرني بنبيله الحايح، اجل يا سيدي، عارف اللي هي ايه، على سطر ونسيب 10. اه ف انا اعتقد ان الموسم اللي فات هيتكرر. صعب. انا مش بتكلم على 0 بطولات، بتكلم على تدهور يعني. ما هو التدهور يعني 0 بطولات. لان انت السنه اللي فاتت ايه اللي وقعك؟ اداريات، طب انت ما والاداريات عندكش السنه مستمره. دي، انت ما عندكش السنه دي نفس الاداره. خالد، راحت فين؟ السنه اللي فاتت كان الخطيب اللي ماسك السنه دي مع ايه؟ السكواد بتاع اللي فوق ال70 سنه بلس ده. السنه دي ايه؟ السنه دي منصور وسيد عبد الحفيظ. والخطيب لا ملوش دعوه. سابها يعني. اه ما انا بقول لك انا كنت مبسوط جدا الى ان رجوع اكرم توفيق اللي انا مش فاهم. ماشي. فاهم. وعشان ما نديش يعني خلاص كده كفايه على النادي الاهلي. بالظبط. اعتقد ان احنا محتاجين نخش على البونبونايه بتاعت كل خبر نادي الزمالك العظيم بطل الدوري السنه اللي فاتت موقوف قيده ولاعيبته هربانه. شفت شيكو بنزا وهو لابس طرحه شفت في عيد شيكو ميلاد بنز. ابنه ولا بنته؟ شفت كل حاجه. وخون بزيرة هربان، مش عارفين هو فين. ده هو يعني تواصلوا معاه لقوه. يعني لقوا حد بيتكلم، عارف انت كلم نادي الزمالك. بتكلم معاك النادي نادي عايزه. الزمالك. وعبد الله السعيد كان بيهوش. بص عبد الله السعيد، انا عبد الله السعيد يظل هو اللاعب المكروه بالنسبه لي من 2013. تمام. عبد الله السعيد جه في 2013 اعتزل بالنسبه لي. وانت ابو تريكه ووائل جمعه الكلام ده كله خلص عشان مشي يعني. لا هو ماشي 2018 اه بس هو 2013 اللعيبه اعتزلت. اه فهو بان بقى ماشي. ان هو لوحده بقى هو اللي هيشيل الليله وبتاع. فكان لعبه يقرف. انا بالنسبه لي كان لعبه يقرف. ماشي. تمام. الى ان مضى مع الزمالك وخد 40 مليون وخد ال 40 مليون ومضى مع الاهلي والاهلي راح باعه. فاهم. وساب الاهلي والزمالك وراح لبيراميدز. والزمالك راح برضه رجع تاني قاعد يقول له تعالى لنا ومش عارف ايه. وخد منهم 40 مليون تاني في كل سنه. بس يعني ايه يعني الزمالك ما تقولش استفاد منه بحاجه. لا تشفق عليه يعني. انت كده الزمالك بتشفق عليه بقالك من سنه 2000. وبعدين خد دوري السنه دي، فانت ايه يعني ايه؟ ما انا الفكره عندي في ايه، ان 41 سنه ولا 42 سنه لا كبير قوي، وما تقعدش تفخم فيه وتقول ده اكتر لعيب محترف جوه مصر وعليه احترافيه وكده. 41 سنه انت خلاص يعني تقدر تعتبره اداري بقى خلاص. يعني ما بتعتمدش عليه في ملعب تاني. انا عارف ان هو فت وكل حاجه، بس خلاص يا بقى عم لا فت الناس ولا بتغني حاجة. الناس بتغني بنغمه ان هو لسه وقادر يا ومش عم عارف مفيش ايه. حد فت. ولقيت لك كامل ابو علي راح يجيبه ويجيبه لنا المصري. هو كامل ابو علي لو راح جابه يبقى هو يعني برضه فيلم هابط مالوش اي 30 لازمه. وكان وهيديله 20 هيجي مليون. هيبوظ الدنيا عندنا اكيد طبعا. يعني سقف الرواتب عندنا عشر عبد الله السعيد اللي كان هياخده، فكان هيعمل مشاكل. فالحمد لله ان هو ايه خد الشر وراح. انا بس هذا معلش عشان في حته عبد الله السعيد انا برضو بيصعب عليا تصديق جماهير الزمالك برضو التمثيليه اللي بتحصل. اللي هو عبد الله السعيد خلاص انتوا كلنا عارفين ان هو ما بيروحش تدريبات ومش هينزل غير بفلوس. العالم كله عارف. قصه زيزو. تمام. فراح طلع بس بيان. اصل انا كنت بفكر في الاعتزال. ماشي. هي متباعه حبي بين عبد الله وبين اداره الزمالك بالظبط. فانت عشان ما يخسرش الجمهور. بس ما ينفعش الجمهور يصدق. يا عم بيصدقوا ما ينفعش طالما ما حصلش مشاكل. يعني انت سافرت اليونان مع صلاح واتفرجت على كاس عالم في امريكا بيصيف يا عم وفكرت في الاعتزال يوم 1/8 يعني. انت يوم 1/8 كنت بتفكر في الاعتزال. بيلمها عشان يلعب، بس عشان الملايين حضرت فبيلمها. عنده اصابه في العضله الكاش. اي اصابه. المهم عايز اقول حاجه بسرعه عن انا اسف عن النادي المصري. خد بالك عشان مايك ده. النادي المصري بطل كاس عاصمه مصر. النادي العريق البطل صاحب البطولات الكبيره قوي اللي هم بطولتين بس. حصل. يعني ان شاء الله السنه دي ايه
في حاجه غريبه قوي حاصله، ان احنا نازلين بمعدل الاعمار. عارف معدل الاعمار لعيبه مصر كام السنه كام؟ دي؟ 25. احنا 26. ايه رايك؟ حلو. ده طيب كويس. ده رقم واحد. رقم اتنين، في صفقات في المراكز اللي احنا جبت جون؟ محتاجينها. جبت جون؟ معانا سيحه بتاع الاهلي، اللي هو التالت بتاع الاهلي. جبتوه صح. الواد ده كويس. بس خد بالك انتوا بتفضوا النادي الاهلي. لا 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 بقول انتوا لك ايه، بتفضوا اسمعني النادي بقى الاهلي. اسمعني بقى. لك الله في الاهلي. علاقه اسمع بقى، البق ده ما حدش هيقوله لك، ومحدش قاله اصلا. محدش هيقول. بص، هو في علاقه حلوه بين كامل ابو علي ومحمود الخطيب. بس يعني من بورسعيد والمصري ومن الاهلي، هما الاثنين بس اللي علاقتهم حلوه، وانا وانت تقريبا. بس برضه خليني اقول لك حاجه. لو بصيت على صفحات المصري بعد تصريح كامل ابو علي لما قال لك النادي الاهلي هو النادي كبرنا وكده، كبرنا وهو ما هو التوب ده اللي انا ومش عارف بتكلم ايه. فيه. صفحات المصري هسيبك تقول صفحات المصري عملت سبورت للبيان ده. ماشي تمام. ففي توجه لان قفل بقى ماشي العبث. ماشي، انا موافق. ما انا جايب لك تحت حاجه اغوط من كده. ايوه، ما هو المخرج عايز العظيم بتاعنا، هو عايز يلعب الاهلي. هو عايز يسكت اي بق هيتكلم في موضوع الاستاد بتاعنا ان احنا نرجع عليه. الراجل ماشي يطيب خاطر ويبوس ايدين ورجلين طوب الارض عشان المصري يرجع على الاستاد. ليه هو الراجل عمل كل حاجه خلاص، يعني يعتبر كده المصري لو كامل ابو علي مشي نسبيا يعني مش بشكل كامل، المصري يقدر يعتمد على اللي هو عمله. هو الراجل عمل شويه شركات رعايه وسبونسر، لو كمل على نفس البلان وفي مشروع الاستاد بالاوتيل بتاعه، في حاجات كده بيعملها. لو اللي جاي قاعد مسك بس كده، كامل ابو علي اداله هاند اوفر، قال له هتعمل 1 2 3 هتكمل 1 2 3، مصر يقدر يعتمد على نفسه. خلاص. فهو الراجل مستخسر كل التعب والبنيه التحتيه اللي عملها دي والتاسيس وي 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 كل ده يروح من غير ما نلعب في ارضنا. يعني احنا الحمد لله دلوقتي معانا لعيبه بتيجي على اسم النادي دلوقتي، وبتيجي على كامل ابو علي. معانا مدرب كويس عماد النحاس الى حد دلوقتي، الله اعلم. انا ما بحبش الحد اللي يجي يقعد فتره صغيره فياخد بطوله فيجددوا له الثقه ان ده مدرب اللي هيكمل معانا اليوم القيامه. مايكل كارك كده. يعني انا الحاجات دي ما بيبقاش عندي ثقه فيها، بس ايه، يلا اللي موجود احنا بندعمه. خلاص. عندنا موارد ماليه، عندنا اداره كويسه. ناقصنا ايه؟ اديني ملعب بقى وجمهور. هتلاقي المصري بيعمل حاجه. بس خد بالك، هتلاقي ماتشات اللي في عندنا يا عم لعبني الاهلي والزمالك وكل الانديه الجماهيريه، لعبني في الضبعه، لعبني في حلب وشلاتين، ما عنديش مشكله. بس اديني ماتشات الشركات اللي ملهاش لازمه وملهاش جمهور، وبيراميدز هتقولي في استاد بورسعيد. اولا ما عادش في شركات خلاص، بقى الشرقيه انت ممكن تعمل كده عشان بقى الشرقيه الغضروف. انا حاسس ان انا بقى الشرقيه انبي وبتروجيت السويس. ما كنت جاي اتكلم في الموضوع غير كده خد بالك برضو عشان نقفل حته المصري برضو. لعيبه النادي المصري مش هتلعب، مش هتتدرب في بورسعيد برضو. وانت عندك نص الفريق عنده المشكله دي. انت بقالك 3 4 فاكر لؤي لما قال لك ان احنا عندنا نلف ومش نلف ونعمل وبتاع. ماشي، ما هو المعسكرات بتاعت برج العرب دي بتموت الناس. جميل. انت اصلا محتاج تشيل بقى هو نص اللعيبه. المصري السنه دي مش هيلعب في بطوله، مش هيلعب في بطوله كونفدراليه. فالموضوع ممكن يبقى مريح شويه. جميل. اللي هو ايه، دوري وكاس على قد سفريات برج العرب لو فيه، وخلاص. فالدنيا المفروض تبقى مريحه. انا عايز لو الاستاد على اخر السنه زي ما بيقولوا بدانا ناخد فيه ماتشات. طب السنه اللي فاتت بتقول على اخر السنه. لا بس احنا وصلنا دلوقتي البروجرس ما كناش نحلم بيه. يعني لو على اخر السنه مثلا يا سيدي، مثلا مش بقول لك على السنه دي ولا السنه اللي بعدها، بس كده مسيرنا راجعين نلعب على الملعب بتاعنا. هو كامل ابو علي عمل اوتيل. انت عارف اصلا اللعيبه عندنا لما كانت تبقى مغتربه ولا حاجه وتيجي تلعب في المصري، كانت بتقعد في القرى السياحيه، مرحبا وكناري، وفاكر انت الايام دي. فهو عمل اوتيل. الاوتيل ده هيبقى سياحي، يعمل دخل للمصري، وفي نفس الوقت اللعيبه بتنزل فيه المغتربه. فخلاص الدنيا هتبقى ملمومه. انت سكنك اهو في الملعب، والملعب تحتك، مفيش بقى تاخير، مفيش حد جاي من السفر، مفيش الاعذار اللي كنا بنسمع عنها السنه اللي فاتت. فاحنا رايحين
المصري رايح لمكان كويس بكل الموارد وكل الحاجات المحيطه بالنادي، فاضل لنا ملعبنا. وتاخدوا الكاس. لا مش على كده، نلعب بس في ملعبنا. ايوه تاخدوا الكاس، يعني يديك بوزيتيف انرجي هتلاقي برضه. هتلاقيك بقى بتقرب من كاس العاصمه بتاع كل سنه، هتقرب من كاس مصر، هتمسك بقى في تالت وتاني وتاخد مراكز، حاجات زي كده. الكونفدراليه تتاهل لها، ممكن تطلع بقى مربع ذهبي، والكلام اللي كان بيحصل ايام حسام حسن. كامل ابو علي بقى الموضوع اللي بيعمله ان هو بيقفل كل الافواه ان احنا ما نلعبش في ملعبنا، ده برضه حاجه دعم كبير قوي 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 قوي. كل الناس اللي كانت بتهاجمنا هي واقفه معانا دلوقتي، اولهم شوبير كان عامل مشاكل كبيره معانا، دلوقتي بيقول لك ليه المصري بقى له 14 15 سنه بره ولا بيلعب توجه. الماتشات ايه. توجه. لا هو انا عارف، توجه. هو مسموم، بس يا عم سيب الدنيا تتوجه في صالحنا، انا ما عنديش اي مشكله. ده الكومنت اللي كنت الفقره بتاعت المصري كنت عايز اقوله. عشان نقفل بقى الدوري المصري اصلا كله، توقعاتك. وقبل توقعاتك، انت مع ان يبقى في 3 ابطال افريقيا و3 كونفدراليه؟ 3 و3. اه يعني في 6 كده من مصر ما. طب ثواني بس. مم. بص، هو الفرق الدوري السنه دي 20 فريق. جميل. جميل. الدور الاول 6. 19 ماتش لكل نادي. مم. اول 6 هيروحوا في دوري لوحدهم، مم. فما ينفعش 6 3 و3. انت كده اللي فوق دول مفيش تنافسيه كده الدور الثاني. انت لا، فاهمني صح؟ في تنافسيه. يا ابني ممكن انا عايز اطلع افريقيا، عايز ممكن اطلع. المراكز تكون محسومه. ستيل برضه ممكن ما تبقاش محسومه، عايز لا اطلع لازم يكون افريقيا. حد بره السته، لازم تكون المراكز اقل من السته. يا ابني لوجيك. ما هو انت لوجيك. عندك دوري من 6 فرق، والمتاهلين افريقيا 6. لا انت لازم تحط مثلا المتاهلين 4 5 بالكتير، ويبقى في معافره. هتحط 3 افريقيا ولا 3 كونفدراليه؟ 3 افريقيا واثنين كونفدراليه مثلا، ويبقى في فرقه مش هتاخد. انا بقول لك ده اضعف الايمان، لكن ما تحطليش السته. انت ممكن اصلا بعد 19 ماتش بتوع الجوله الاولى بتوع الدور الاول تلاقي المراكز بتاعت اول 6 دي محسومه، تلاقي يا عم الاهلي طب ما هو اللي والزمالك. بيلعب بلاي اوف، تلاقي مثلا في الدوري الانجليزي في الشامبيون شيب، الرقم 3 ده رقم 3، هو عارف ان كده كده هيلعب بلاي اوف. يا حبيب قلبي، انت ممكن تخش الدور الثاني في اول ماتش الاهلي والزمالك وبيراميدز حاسمين اول 3 في افريقيا. خلصت. طب يا عم انا مالي. ليه؟ يعني ايه ليه؟ ما انت موتت الدور الثاني ما كده يا ابني. موتش. انت احييت الدوري المصري اكتر، لان انت السنه الجايه عندك 19. السنه الجايه عندك 19 متاخد منهم برضو 6. وفي 4 يهبطوا لحد ما توصل 18، و3 يصعدوا. يعني السنه الجايه برضو في 4 هيهبطوا. ماشي، انا مش شايفها لوجيك. ازاي دوري كل اللي فيه انا مصعدين؟ يعني ايه كل اللي فيه؟ ما انت في تحت يا ابني لا يا حبيب قلبي، انت فهمني. الدور الاول اتلعب في 6، اول 6 بقوا في دوري لوحدهم هيلعبوا مع بعض، وفي 14 تحت هيموتوا بعض. خلاص ال6 دول انت على النظام اللي انت بتقوله رايحين افريقيا. حلو. خلاص. وانت داخل تبدا الدور الثاني، ممكن ال6 دول تكون المراكز محسومه. جميل. ممكن. جميل. انت موتت الدور الثاني في المجموعه دي، ما موتش اللي هي حاجة. امتع حاجه في الدوري. ما موتش حاجه. طب ما نفس التمويته بتاعت ان انا اصلا عندي السنه اللي فاتت كان في انا عايز مراد. كان انبي لازم راي ثالث. انبي كان رقم 6، انبي السادس اهو، صح؟ السنه اللي فاتت وكسب الزمالك وخلى الفرق نقطه. ما هو انت هي مش كده. ما انت برضه بتلعب ان انت ممكن تطلع من كونفدراليه لافريقيا. مستحيل. اصل السته، انت بتتكلم السته دول هيلعبوا 5 ماتشات، يعني 15 نقطه. 15 نقطه عايز تقول لي ان فرق بين الثالث والرابع هيبقى 15؟ ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ لا من غير توقعات. انا بقول لك في الورست كيس، يعني ممكن المجموعه ال6 الاوائل تبقى الدور الثاني محسومه، فانا بقول لك مش هتبقى فيها متعه. طب ما تقول كده. انا عايز اقول حاجه بس. السنه اللي فاتت البطل الدوري اخد 5 مليون جنيه. السنه دي 50. السنه دي 50 مليون جنيه. ليه؟ عشان دوري اورو. بالظبط كده. في رعاه دخلوا. ده رقم 1. رقم 2 قال لك احنا معدل صرف الانديه اصلا اكبر من 5 مليون جنيه بكتير. ايوه. فما فيش اصلا شغف ولا دافع ان هو ينافس على البطوله غير بس اللقب يعني. فراح حاطط لك ايه؟ ال 50 دي. وده يقول لك حاجه، ان برضه الدوري كان بيدخل له اكتر بكتير من 50. اكيد. فاهم؟
اكيد لما كان بيرمي لك 5 ده معناه ان لا انا هم اتصدمت اصلا. ان في ناس عملت فلوس كتير قوي. لا انا ما سمعت 50 ده، قلت احنا جايين من 30 مثلا، من 20. خمسة. لكن من 5 10 اضعاف ده 5 دي مرتبات موظفين اي نادي يعني. مثلا. خلاص ماشي. عايز تقول حاجه في كفايه عشان انا حاسس ان انا يعني مش قادر. ماشي. ايه الحاجه اللي جاهزه بعد الدوري المصري عندك؟ احنا ما أه... توقعناش. اتوقع قول. اول كام؟ 4. ماشي. اول 6. ليه يا عم؟ اول 6 اللي هم الستة اللي هيلعبوا يعني 6. هو 6 انت عندك بطولة ب6 اهي. يلا. لا دلوقتي اهلي بيراميدز الزمالك مصري. اهلي بيراميدز زمالك مصري. زمالك مصري 4 صح. اه عايز 2 كمان. اه هي حشو بقى. ما لا مفيش يعني في كتير كويس السنة دي. يعني عندك سيراميكا 5 بالظبط. عندك بقى وادي دجلة وإنبي ممكن. السادس شرقية انبي. صح. انا متوقع برضه. انا متوقع. هو انا متوقع الشرقية إنبي ده يعني هيلعب في الست. ماشي. قول تمام. الستة فانا بتوعك. هقول ان هو السادس. قول الستة بتوعك. ماشي انا هقول ان هو السادس. تمام. انا متوقع ان الخامس ده الزمالك. بس انت ما عندكش حد. انت ما عندكش هو حد. السنة اللي فاتت ضحكوا على الزمالك، قال لك مش هياخد حاجة، وعملوا موسم جبار. ده ماشي بالنسبه ماشي. لك. يبقى انت الشرقية انبي 5. هو سادس. الزمالك 5. الزمالك 5. رابع. سيراميكا. ماشي. والثالث مصري. انت مطلع المصري ورا 6. ثانيه بس. اسمعني. تمام. انا متوقع بسبب ان المدرب الجديد ده برضو لسه مش فاهم حاجه في الدوري المصري بتاع بيراميدز. فهو الثالث ده بيراميدز. هو يوروشيتش ده مشي؟ يا عم راح فين؟ مشي. لا فين؟ في كاميرا وفي حوار. ايه اللي مشي والله. راح فين طيب؟ معرفش يا عم. مشي. يبقى ده اللي بعد عماد النحاس في المصري. ممكن. كامل ابو علا يتارجته ويجيبه. ممكن. الثالث بيراميدز والتاني المصري. اخويا المحترم، مش بقول لك في علاقات بين الاهلي والمصري عاليه؟ وان شاء الله الاول اصل الاهلي يعني الاهلي يعني التاني المصري. التاني المصري. انت بتجاملني ولا انت؟ لا انت بتتكلم اصل انت لسه قايلها. ماشي. انت كل حاجه خدماك اهو ما عدا الملعب. تمام. والمنافس بتاعك كله واقع. يعني مين منافسك النهارده؟ مين منافس المصري النهارده؟ اول 3 وسيراميكا. صح. انت عندك 4 اهلي زمالك سيراميكا بيراميدز. الاهلي ما هنكوسها تقلقش. ماشي. فعندك مين؟ الزمالك واقع. الزمالك لا جاب لعيبه وبيلعب بشباب وعندك الثلاثه التوب هربانين. بص انا بالنسبه لي الزمالك زي الاهلي، بس الزمالك كلمه واقع دي ما بتتقالش عليه. هو الزمالك باي حاجه ممكن يقف على رجله يا عم عادي بالحكام مش حوار. تمام. ايه يا عم انت؟ سيراميكا ده تخاف منه. سيراميكا الواد شاط من نص الملعب جاب جون. فانت يعني ده ما ينفعش تطلعه بره حساباتك. ماشي. سيراميكا طول تمام؟ اي سنه بيبقى حلو. ماشي. الرابع مين؟ وخلاص الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري وسيراميكا. فانا شايف ان انت هتكافح في الحته. انت هتكافح جدا في الحته دي. ماشي. بس عماد النحاس ما يعني بقى ما يقعش مع الجونه بقى فاهم. ويوم مضيع نقط مع وادي دجله ان شاء الله. فاهم. لو عماد النحاس مشي ناخد الراجل اللي هو يوروشيتش ده. كنت بحلم بيه اصلا. كويس انه مشي. ماشي كده. توقعنا يعني ايه اقرب حاجه عندك فيها كلام، عشان احنا غالبا مش هنكمل كل ما احنا لازم هنتكلم على التركي. يا نهار اسود. مرحبا بص انا السنه اللي فاتت لو انت فاكر. لو السنه اللي فاتت انا قلت لك انا بحب الجلاتا سراي والدوري التركي وفي منافسه وبتاع قبل ما صلاح يروح. انت اتفرجتش على ماتش واحده بس واحده خلينا اتكلم. لو هديك الكاميرا بتاعتك بص عليها. انا الكاميرا بتاعتي لو انا قلت السنه اللي فاتت الجلاتا سراي فريق محترم وعامل فريق وعامل كل. قلت لك انا عندي التيشيرت بتاع فنار بخشة. انا الدوري التركي ده جميل فعلا. العبث اللي احنا اتفرجنا عليه النهارده ده ما اعرفش. جميل من فين بجد؟ انا ما اعرفش اتفرجنا عليه النهارده. انت شايف ايه جميل من السنه اللي فاتت؟ تيشيرتاتهم حلوه يعني. لا الاتموسفير حلوه. الاتموسفير هو انت اما تزنق هتقول لي كلمه بالانجليزي يعني؟
مفيش يا ابني، لا اقسم في بالله مفيش والله، كوره يا لا ابني. في. طب ما هقول لك حاجه. كان في بس ما كانش في الماتش النهارده. ممكن ده بنسبه كبيره جدا. هو كان في ماتش امبارح حلو فعلا. يعني ماتش امبارح كان ماتش اللي هو بتاع جلاتا سراي. بتاع اوسيمين ده. يعني اهو تمام. معلش تاني فنربخش السيزون ده عنده لعيبه ب... يعني بمانشستر سيتي يعني. فاهم. متفق. نقوله كانتي ونقوله تاني اكانجي. كل لا حاجه. مش اكانجي، اكي. وجايب لوكاكو وجرين وود وعنده ادرسون ورا وعنده سينسيو. فريق تخاف منه وانت ليفربول يعني فاهم. بس دي اللمه الكدابه اللي ما بتتعمل في اي فرقه ما بتاخدش حاجه. لا طب اتفرج. ما تدافعش عمياني اتفرج يا عم، اسمع مني. اسمع انت هما لعبوا؟ لان هم لعبوا الجوله الاولى ولا السنه لسه؟ دي لا لسه. ماشي. السنه دي هو المفروض بيلعبوا دلوقتي. السنه دي كويس. هو جاي عليهم 3 بس جداد يعني آه، جرين وود يعني ولوكاكو هما- هم من السنه اللي فاتت وهو التيم ده جميل. بس برافو- السنه اللي برافو فاتت عليك. كان برافو عليك، انت شكلك متابع فعلا. جلاتا سراي كان التوب واوسيمين كان اخد حبوب اللي هي بتقوي الحاجات وراح حاطط عليهم العضلات. كلهم عضلات اللي هو الامانيو والكلام ده. ما تسيبش مجال للتفكير بس. فهو ده انا بقول لك انا والله تاني انا مستني ماتش جلاتا سراي وفنربخشة تاني. ومستني السيزون ده مستني فنربخشة وترابزون سبور علشان اشوف صلاح مع انت بتعمل ايه؟ كمل بس. اشوف صلاح مع الجو التركي. ما خد بالك الجو ده يخض والله يخض. طب انا اتفرجت النهارده على الماتش بتاع. لا يا عم انت بتلعب قاسم باشا. لا انت فرقه صلاح دي انا ما فيش حد، انت مش بتلعب معقول قاسم تتفرج على باشا. 90 دقيقه ما فيهمش حد. لا فيهم الواد النيجيري اللي هو ضيع الراجل 5 مرات ده. مين يا عم؟ ده مش هو ده مش مستحيل يكون ده لعيب كوره اصلا. هو ده داري يا اما مدلك ما ينفعش يبقى. ما ينفعش والله. الوضع بائس. ما مش عارف. انت كانك فاتح بتتفرج مثلا على عشان كده كهرباء اسماعيليه والجيش، تتفرج على ماتش اللي هو ملوش اي لازمه. لا بتتفرج على سيراميكا وكهرباء اسماعيليه بجد. اتفرج على سيراميكا وكهرباء اسماعيليه. انت الدفاع المستميت ده يا عم انا احب الدوري التركي. مش عارف ليه. يا ريت لو في اي حاجه من تركيا يا عم ده الناس بغاشة حتى الناس قاعده في استوديو بين سبورت هيموتوا. بيقول لك الاستوديو بدأ قبل الماتش بساعه الا ربع. الساعه الا ربع بيتكلموا على صلاح بس. ما فيش حاجه، ما فيش حد عارف حاجه. مين دول وبيعمل ما فيش حد عارف يقول حاجه. ايه تاني بقى؟ انا تمام. عندك حاجه في تركي؟ التركي ممكن مثلا الموسم كله هنفتحه نتفرج على 3 ماتشات مثلا. لا ممكن 6. يعني انا ماتشات صلاح بعد كده مش هشوفها الا لما يلعب جلاتا سراي فنربخشة بشكتاش بس. لكن افتح اتفرج على شك شهير حلو. لا مين مش شك شهير. لا اتفرج على شكشك وصلاح. ايه يا عم ده يا عم؟ طب اسمع طيب. الاسباني والانجليزي هيبدا يولعوا في بعض وانا اتفرج على شكشك ومش عارف ايه. الاسباني عندك حاجه في الاسباني؟ في مصادفه غريبه جدا. ايه بقى؟ جدا. ايه؟ كان في عندنا ولد صغير. هقول لك اهو اسمعي للاخر. كان في عندنا ولد صغير. الواد الصغير ده كان الناس بتتريق عليه. جميل. ويقول لك بيشرب اللبن وبيغسل سنانه قبل ما ينام ومش عارف ايه. الواد ده عنده 19 سنه، فيرود برشلونه الاول دلوقتي بعد ما فران توريس ليفاندوفسكي راح امريكا وفران توريس راح باريس، والواد ده فيرود برشلونه الاول. وديكو بيصوت. هانز فليك بيدربه بنفسه. حطه في السكواد. الراجل بيلعب مع الناس ابطال العالم. حصل. فدي تخض في ايه بقى؟ الواد محطوط عليه بضغط ابن لذينه. عارف يعني ايه فيرود برشلونه الاول؟ برشلونه السنه دي داخله عايزه تاخد اخضر بيابس. هي خدت كل حاجه السنه اللي فاتت، عايزه دوري ابطال. بس في تصريح قال لك لا هو مش هيبقى الاول. طب مين هيجيبه؟ هو بقاله 3 شهور بيحارب في الفارس واتلتيكو مدريد حلفه طلاق ما يطلع من عندهم على برشلونه. ما حتى يا اوسيمين بقى. اوسيمين مين؟ اوسيمين وحش. بيقول لك اخلاقه وحشه. مش بهزر والله يعني سلوكه وحش. ممكن يجي يبهدل الدنيا. يعني وهي برشلونه اوضه لبس.
فانت ما ينفعش تيجي تحط حد هتجيبه غريب سنة. عنهم. هتجيبه سنه لحد ما ابو 19 سنه ينضج. خد بالك، انا عندي مشكله مع ابو 19 سنه، مش مشكله معاه هو شخصيا، مشكله مع الجماهير. النهارده صلاح لما طلع لبازل، تمام، محدش كان طبعا يعرفه، واول ما قال لك احنا عندنا لعيب هيروح تشيلسي، الدنيا قامت ما نامتش. الناس كلها كانت بتتفرج على ماتشات تشيلسي، والعالم كله كان، مصر كلها كان لونها ازرق، مع انه ماشي. ما كانش بيلعب اصلا. ماشي. وطبعا فاكر المواقف بتاعت نزل صلاح ويخش على مورينيو ومش عارف ايه والكلام ده، هم صح؟ كان بينزلوا كان بيشوط على الجون بيطلعها اوت. وطبعا لما نزل وجاب جونين، يعني برضو الوضع كان عبثي شويه. حلو. ده مع مين؟ مع صلاح، اللي لحد النهارده لما راح ترابزون سبور، في بي ان سبورت فتحت لها قناه وبتذيع، والناس على القهاوي نزلنا نتفرج على بيضربوا صلاح. نفسهم بالجزمه تمام. ان هم اخذوا الدوري التركي. ليه؟ لما عندنا لعيب عشان طالع من النادي الاهلي راح برشلونه فيه هجوم عليه. لا هو الوقت ما فيه كان لا ستيل ان فيه. لا كان لا ستيل اللي فيه، ويجي يقول لك اصل بص اللعيب اللي بيقول لك ان هو هيلعب في برشلونه اصل هيروح هيدوق عرض دوري درجه ثانيه. هو ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ طب ما يروح عرض دوري لا درجه لا ثانيه. لا 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 ان شاء الله ما فيش اعاره ولا حاجه. يا عم يا ابني ممكن يبقى في استنى بس، ماتش في بنسبه برشلونه كبيره. ماتش في برشلونه بثلاث سنين مع الفرقه اللي انت هتطلع فيها اعاره دي. يا حبيبي مش بمزاجه، هو هانز فليك شايف ان هو محتاج سنه تطور اسباني. خلصت. طب هو الكلام ده يعني ده خبر ولا ده أنت خبر، تتوقع؟ ده خبر النهارده لما فيران توريس مشى ونزل وبتاع، قال لك ما تتوقعوش ان حمزه عبد الكريم هو هيبقى المهاجم الاولاني، احنا هنجيب بتاع ده مهاجم تاني، و50% يا اما هو هيبقى مهاجم تاني، تمام، وهينزل مع الرديف، او 50% هيروح ايه؟ اعاره. انا بس عايز اسالك سؤال، هل دي مشكله؟ لا مفيش مشكله. مفيش مشكله، لان السنه الجايه هيبقى متطور وهيبقى الدنيا تمام وهيلعب والكلام ده كله، صح؟ عندنا بقى قصص ياما لصالح جمعه لما راح اسمه ايه، دورتموند، وقالوا له هتمضي وهتنزل دوري درجه تانية وهتلعب وهتطلع، قال لك لا، بص النهارده صالح جمعه فين. عمرو طارق لما راح على ريال بيتيس وقال لك مش عارف هتنزل دوري درجه تانية، وقال لك لا برضه. طب انا عندي راي عايز اقوله لك. الراي ده يعني سبيشال في برشلونه، يعني دي حاله خاصه. اللعيبه اللي بتطلع اعارات في برشلونه على مر التاريخ ما بتعرفش ترجع تاني. ليه؟ لان هي برشلونه كيمياء. خدت على الكيمياء يا ابني، ما انت نزلت الرديف كده، انت ده داون جريد، ممكن ما يعرفش يطلع تاني. خدت على الكيمياء بتاعت برشلونه، يعني انت قعدت معاهم سنه حتى لو في اوضه اللبس، حتى لو على الدكه، لكن تطلع اعاره. انا بقول لك انا راجل برشلوني من 2006، موضوع الاعراض ده ما بيرجعش الفرقه. فانا مستخسر في الوقت الفتره اللي فاتت دي، الفتره اللي فاتت هو طالما الراجل معتمد عليه هانز فليك، انا واثق فيه جدا. طالما الراجل معتمد عليه يبقى هو شايف فيه حاجه. وجاب جونين، خليه يا عم دكه طول الموسم عندك. جاب جونين ايه علشان السبونسر بس. هشرب انا مغطي اللوجو عشان محدش يطالبنا بحاجه. وجاب اهداف، يعني مش وحش. يعني انت بتتكلم في 4 ماتشات او 5 ماتشات اتلعبت جاب جونين 3. يا ابني انا لو العالم كله، المليارات العالم كله قالت الواد ده وحش وهانز فليك وثق فيه، انا هبقى مع هانز فليك. هو شايف حاجه احنا مش شايفينها. هو واثق فيه. هو الراجل اتطلب من ناشئين الاهلي، فهم شافوا حاجه. فانا مستحرم الفتره اللي قضاها دي يطلع بعد كده اعاره. انا برضه عشان دي وجهه نظري. اكيد هو حوار الهجوم الغير مفهوم عليه، انه حتى هيروح اعاره ولا حتى يروح دوري انجليزي اعاره، ما يروح فاهم، ما يروح. انت النهارده ما عندكش حد اصلا، ما عندكش غير الحب جاني ربنا معاه، يعني فاهم. حوار صعب برضه. عشان نقفل، عشان حلقه الوقت الناس مع المكان مهم. ايه عشان ايه؟ قفل عشان نقفل يا صاحبي. ماشي. الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني عندك توقع؟ الاسباني برشلونه كل حاجه. يعني ريال مدريد مش حاسس ان عودة مورينيو مورينيو اصلا يعني ما بيقدمش كرة ممتعة. هو مورينيو لو هو جاي يشكو، مش جاي يظبط اوضه لبس وفرقه، وجاي راضي في برشلونه يوقعهم، لكن ماشي. مطلوب منه ايه؟ يعني ممكن ياخد دوري. ايه ممكن ياخد دوري، ما اعرفش. بس انا عارف انت اتيتيود مورينيو بفرنتينو بريز جميل، اللي هو ايه، الناس دي حط علينا بقالها كتير، عايزين هي كده.
بس طلع لك تصريحين كده ولا حاجة. زي كان في تصريح لمورينيو 2013 قال لك انا جيت بالاتفاق مع فلورنتينو بيريز عشان اهد هيمنه برشلونه على الكره الاسبانيه، اه يعني مش جاي اعمل حاجه في ريال مدريد او كده. اه التصريح ده لسه قريب يعني. فهو ده الدماغ. لكن انت لو جايبه تبني فرقه بقى وتعمل وتظبط الاوضه اللي كانت عندك بايظه السنه اللي فاتت وعلاقه امبابي بفينيسيوس والكلام ده، لو انت جاي لكده تحل فعلا هتاخد حاجه السنه دي. لكن لو انت جاي عشان الناحيه التانية، فانت طول ما انت بتبص على الناحيه التانية هيفضلوا هم سابقينك. منافس صديق اليوم منافس صديق الامس ومنافس اليوم ممكن تحصل مع حمزه عبد الكريم مع واليو ديانج. اليو ديانج راح فالنسيا. اه تناسي ده بيقول لك ده صفقه الموسم هناك. بس هي فالنسيا اصلا السنه اللي فاتت انت عارف ايه اللي قعدها في الدوري؟ ان برشلونه سابت لها الماتش، راحوا اتغلبوا 2-1. ففالنسيا ربنا معاه. مش طيب حاجه يعني. الدوري الالماني طبعا ما عندناش كومنتات عليه. سكيب. طيب الدوري السعودي مش عارف. امبارح الهلال كان بيلعب اخد 3 بلانتيات في ماتش واحد 3 بلانتيات. لا انا هل الهلال نادي الدولة؟ اي حاجه فيها ايه ولام يا نادي الدوله. السنه اللي فاتت سمعت حوارات كتير قوي على حوار الهلال ده، ومن اخويا. انت عارف اخويا ليه اصدقاء مقربين مشجعين الدوري السعودي، فقال لك في عندهم حاجات زي كده. بس هم بيعملوا كل حاجه اللي عايزينه بيعملوه. ايوه خلاص. بس خد بالك هو برضو الدوري السعودي يعني اول ما بدأ هيمنته دي من 3 سنين صح؟ مثلا مين كسب اول سنه مش فاكر الصراحه، بس تاني سنه الهلال، تالت سنه النصر. تمام. والاهلي خد 2 اسيا. فهم الشيوخ بيقعدوا مع بعض. في حاجه يعني. انت والله انت خد ممكن الشباب ايه وانت خد مش عارف ايه وانت ممكن الشباب السنه دي. هم كلهم عيله واحده درعه أو يعني قبائل واحده. فاكر بقول لك ايه معلش سريعا، فاكر واحد اسمه بواليا ولا كان بيلعب في الاهلي كده جاي من الجونه. ماشي. فاكره البتاع ده راح نادي في الدوري الدرجه ده. هو بني ادم ولا ايه؟ هو بني ادم اللي هو بوالي الواد كان جاي من عامل توكه كده. ايوه ماله. فاكره جايب 2 مليون دولار ده. عارفه تمام. راح نادي في الدوري السعودي الدرجه الثانيه اسمه عرعر. عرعر عارف البلد دي. البلد دي قريبه للكويت. حلو ماشي. قعد 24 ساعه في صحراء عشان عرعر ولا في سبب تاني؟ كده خبر سريع حبيت اقول يعني الفضول ما كلكش تعرف ليه؟ طيب ما حدش يعرف. طيب هو اصلا ممكن يكونش عارف. ماشي. في خبر كده برضو في الدوري السعودي، في لعيب اسمه كينيونس، ده لعيب اسمراني مكسيكي بيلعب في نادي القادسيه. القادسيه جابته السنه اللي فاتت، دفع فيه فلوس حلوه يعني. المهم ان هو اخذ هداف الدوري السعودي تقريبا السنه اللي فاتت، وراح في كاس العالم المكسيك لعبت 5 ماتشات وهو عمل 4 تجوان وجون، يعني ساهم في 5 تجوان في 5 ماتشات. هم كانوا جايبينه السنه اللي فاتت بتراب الفلوس، السنه دي ضرب جامد. فاحسن اداره في الدوري السعودي هي القادسيه. فهم على قد ما هم يعني تحس ان هم شويله، بس شويه فلوس قصدي يعني، مع كل احترام ليهم يعني، عشان لو اي سبونسر احنا ما بنشتمش يعني. بس في ناس بتفكر يعني، او القادسيه بتفكر مع 2 مليار ولا 20 مليار حاجه كده. ايه تاني؟ بقفل يعني. انت ما عندكش غير الدوري الفرنسي. تمام. لا لسه الايطالي معلش، فخش على الفرنسي. ماله الايطالي؟ ميلان لسه كسبه اليونايتد 4-2. دي نكته. اموريم مدرب مانشستر اي سي ميلان، مدرب مانشستر السابق كان بيلعب في اي سي ميلان عشان مشى من مانشستر سيتي من مانشستر يونايتد عشان ما كانش بيكسب. كسبوهم 4-2 ب 11 صبي. مش عارف مين بيلعب في الميلان النهارده، محدش يعرف. ما اعرفش. ايطاليا بتعمل تغيير جلد، فورت المنتخب بتاعها كله وبدأ بعيال صغيره عشان بقى لهم 3 نسخ ما راحوش كاس عالم. ف ممكن الدنيا في ايطاليا تبقى ليها اهميتها الفتره الجايه. ده تصريح يعني، ده حاجه مهمه. تمام. دوري الفرنسي الحمد لله كويسين في فرنسا. الكرواسون حلو طازه. بس خد بالك في دوري احنا اتكلمناش عليه. هو دوري كويس جدا.
ودوري لازم تاخد بالك منه، الاسكتلندي. اوه، اللي سف في ابطال العاب النجيله، كابتن هيثم حسن، حلو قوي. كان بيلعب النهارده بس دكه، يعني اول ماتش في الدوري الاسكتلندي. انا لسه عارف الخبر ده منك. بس انا مش هقعد اتفرج على ترابزون واسكتلندا لا يا جدعان حرام، ليه بس منافسكم في دوري ونفتح نتفرج على الدوري؟ لكن كل واحد في حته. انا هتفرج على سيلتيك ورينجرز. هي سيلتيك انا بحبها يعني، وبعدين مناصرين جدا للقضيه بتاعتنا الفلسطينيه، فالناس دي قول القناه بتاعتنا، فاحنا عادي يعني انا مش يهودي او ما اعرفش. طيب اعتقد ان احنا وصلنا لنهايه حلقتنا. يعني احنا ابتدينا كده السنه اللي فاتت وقعدنا نقول حبه حاجات، وان احنا هنبقى ناس كويسه وهيجي لنا ارباح احنا بنشكر ال 200 واحد اللي اتفرجوا علينا في كل فيديو. بيتفرجوا علينا خلال شهر. يعني الفيديو بيعمل 200 خلال شهر. اتمنى ان احنا بعد التغييرات يعني التغييرات اللي عملناها، يعني بصلنا بصه حلوه. والله احنا بنقول كلام مش مفيد قوي الصراحه، ده اللي انتوا لا انا بتحبوه يعني. اتبسطت والله، يعني اتفرجوا ما اتفرجوش فانا مبسوط والله العظيم. يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله السيزون ده مستر احمد هيشد معانا جامد، وهيجيب لنا زي ما قال الناس. بقول لك ايه، السيزون ده نخليه 2 بونت ولا؟ هو للاسف هي شكلها تبقى 2 بونت، بس المشكله ان انا نغير في مجات وبتاع. هجيب لك كوريكتور. هات كده قلم نشطب على 3 وخلاص، يعني نشطب على 3 يا جماعه في بونت كده بنسالكم الدعاء يعني ليه ربنا يجيبه بالسلامه، وحشنا. والله هو بس مشغول بقاله 9 شهور بالظبط، لو حامل هيخلص يعني. فان شاء الله خير. نشوفكم في حلقه جديده عشان احنا حاجزين ساعه بس. نشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم. سلام.